اللي فينا من مواليد الثمانينات وبدايه التسعينات اكيد لعب الفيفا بتاع زمان او بلاي ستيشن بتاع زمان اليابانيه، لما كنا بنطلع باتريك موبوما ومش عارف وقال لك وطلع روبرتو كارلوس قدام يلعب عرضيات ويطلع باتريك موبوما. تقريبا بقى الجد كولر يعني كان عنده طفوله متاخره ولعب اللعبه دي، لان اللي انا شفته امبارح ده كانت الخطه بتاعت اليابانيه. يلا بينا نشوف الخطه دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا احمد صابر ودي الكوره مع افوكاتو. هو تقريبا الجد كولر حط التشكيل ونسي يحط الخطه، يعني انا حاسس ان هو ايه، يلا بينا كده، فاهم؟ فاكر يلا بينا دي اللي هو ايه، احنا هنلعب ب 4-4-2 بس. فين التركايه؟ يعني كان الماتش الاولاني كان عمل ايه الراجل؟ كان بيعمل تركايه كده ما بين محمد هاني واكرم توفيق وبن شرقي، يعني واحد يخش جوه وواحد يطلع بره. محمد هاني مثلا يخش جوه الملعب عشان يبتاع دوت يطلع بالكوره او يبقى الثالث مع الاثنين اللي في السرد باكات، واكرم توفيق يخرج لبره. تركايه كده كانت بسيطه، تقريبا هي دي التركايه الوحيده اللي كان عاملها الماتش الاولاني. لكن الماتش ده على الله سبحان الله كده بقى من الاخر، ايه، كل واحد عارف دوره وينزل يعمل اللي يقدر عليه. بس ايه المنطق في ان انت تلعب باتنين فراوده وتنزل جراديشار يلعب رقم 10؟ يعني هو كمهاجم ينفع مهاجم محطه. طب قال انت بتلعب عرضيات حلوه مثلا، بتلعب او الفرقه اللي قدامك تقدر تضحك عليها بالعرضيات؟ لا. هل انت لعبت كورنر واحد يوحد الله في الماتش عدل؟ لا. طب بتلعب باتنين فراوده ومفضي وسط الملعب ليه؟ ليه البعكوكه اللي انت؟ لا، والماتش اللي فات كنت مبدل اماكن، ايه، بن شرقي وامام. المره دي عكست. ايه بقى؟ فين الجديد؟ وحياة الله اللي هو على الله سبحان الله كده ما جاش، واي حد بيسوحه وبيبيع نفسه ما فيش على الله. انت قاعد ليه بتتفرج زيك زينا؟ وانا بتفرج على الماتش ما كانش عندي اي غضاضه ان انت تبدا بنفس الطريقه، عادي مش مشكله. بس مش منطقي ابدا ان انا من نص الشوط الثاني خلاص بقى، من نص الشوط الاولاني قصدي، خلاص بقى انا قريت ايه بقى؟ ان انت وسط الملعب عندك فاضي مفيش حد يطلعك، ان انت لما بتضغط عليهم عالي مجرد ما بيكسر الخط بتاع وسط الملعب ده بيروح عليك بمرتدات، والفرقه دي مغلوبه واحد فطبيعي هتهاجم، يبقى انا مفترض استقبل اللعب. طب اضغط عليهم عالي ولا اضيق المساحه العب من تلتين ملعب من عند خط النص كده، ابدا اقابل في الحته دي بحيث ان انا اضيق المساحه وازهقهم عشان هم يخرجوا بزياده فخط ظهرهم يتكشف بزياده فاقدر العب في ظهرهم. انهي صح؟ ان انا اقعد اجري وسام وجراديشار واقعد اضغط عالي واحرق وهم شطار بيلعبوا؟ بص، اللي بيلعب على الترتان دوت كانه بيلعب الايه، مأجر ساعتين لعبه ولعبه ولمسه ولعبه بسرعه ويلا وجري والكلام دوت ويروح عليا. فيعني انا مش عارف ليه ما فطنتش للكلام دوت. اقابل من متاخر شويه، اضيق المساحه هيتهور هو، هلعب في ظهره. وبعدين في الاخر نزلت طاهر، يعني اول ما نزلته انا ما كنتش فاهم، اتاريك كنت منزله فروي التاني مكان ايه، مكان وسام. واول ما عدلت بقى وديته وينج ودخلت امام في قلب الملعب جبت جول. بس الموضوع انتهى خلاص. دخلت امام يلعب رقم 10 وكان بيزيد كفروي التاني، الراجل راح جاب جول. خلاص الموضوع انتهى. سهل جدا تلعب الماتش ده. كان عايز واحد زي قفشه كده من نص الشوط الاولاني، حد تطلع عليه. يا عم سيب امام وينج وسيب بن شرقي والعب، طلع فرود واحد ايا كان هو مين، مش هتفرق لي ايا كان ده او ده، يعني الاتنين مش احسن حاجه، كانوش احسن حاجه امبارح. ونزل لعيب تطلع عليه، واحد في وسط الملعب كده تعرف تسلمه يوصلك بس. وفرقه بقى يعني ما فيش، انا مش فاهم الهلال السوداني دوت يعني ما طلع اول مجموعته ازاي. كان ممكن امبارح تعمل عليهم سكور بمنتهى البساطه، انك تقابل من نص الملعب عشان تزهقهم، ما تقابلش عالي
والعب بس المرتدات وما تلعبش باتنين فراوده، والعب بواحد تطلع عليه وخلاص الموضوع انتهى بمنتهى البساطه. لكن اللي انت كنت عامله ده كنت قاعد حاطين ايدينا على قلبنا ومش عارفين هنعمل ايه ايه يا عم. وبعدين انت بتلعب على ترتان، متاخر التغييرات قوي كده ليه؟ يعني انت كنت استنى لما حد يطلع لك مصاب؟ حلو يعني لما يطلع لك لعيب مصاب؟ فيعني ما مش فاهم يعني. بصوا الجد كولر يعني النهارده اجل رصاصه الرحمه اللي كانت هتطلق عليه. الراجل ده لو كان النهارده حصل اي حاجه غلط في الماتش، المعلم ده كان على الله بقى كده شكرا، هيروح على سويسرا، مش هيجي تاني. واداره الاهلي لازم تفكر جديا ان هي لازم مدرب قبل كاس العالم يا جدعان. لا مش موضوع ان كولر قاعد معانا ومكمل بقله الشغف وقله القرايه والمشاكل اللي مع اللعيبه. يعني انا دلوقتي حسين الشحات انا ما بلعبش بيه ليه؟ انا مش فاهم ملك المطوشه الكبيره حسين الشحات من اكتر اللعيبه في مصر اللي لعبت مطوشه دوليه مع الاهلي. ايه بقى انت مش فاهم؟ انا مش فاهمك في ايه؟ مالك في قفشه وحسين الشحات؟ مالك؟ ايه الموقف اللي انت واخده منهم؟ انا مش فاهم. في حته كمان كده كنت عايز اتكلم عليها. تعالى كده افكرك كده بحلقه قديمه انا كنت اتكلمت فيها على الاتحاد الافريقي والاهلي عنده فرص السنه دي انه ياخد بطوله افريقيا ولا لا. طب بص كده يلا نشوف. بس هل تعتقد بقى، وده السؤال اللي في حد ساله يعني سمعته كده من يومين، هل تعتقد ان الاهلي هياخد بطوله افريقيا السنه دي؟ الحته دي موجهه، الحته دي عشان نبقى عارفين كلنا. ما يعني هي الموضوع بعيد عن الماتش، بس يعني ايه حته ان احنا التفاؤل، مش عايز اروح للتفاؤل يعني لابعد حد. احنا كل تفكيرنا دلوقتي في كاس العالم، احنا بنلعب ماتشاتنا وبنفكر في كاس العالم. طب وبطوله افريقيا اعتقد ان هيبقى فيها كلام، لان الناس دي مش هتسمح لنا بالكلام ده. سياسه مش اي حاجه تانية، مش كوره. لو كوره لا هيدوس على وش الناس كلها من الاخر. بالظبط كده هي السياسه. ليه بقى؟ بمنتهى البساطه لو الاهلي خد البطوله للمره الثالثه على التوالي يبقى خلاص بقى فين التنافسيه؟ احنا ما عندناش في القاره غير الاهلي، فنقطع بقى على الناس كلها بقى ميه ونور ونقعد الاهلي في بلده ونديله الكاس اخر البطوله وخلاص والموضوع انتهى. بالظبط كده نفس الحركه بتاعت الوداد، واتلعبت بشكل وحش قوي، واتلعبت مع الاتحاد بتاعنا اللي خبى الجواب. هو الاتحاد اللي عامل المشكله دلوقتي، وده انا هعمل لها حلقه منفصله، وده كان السبب اللي مخليني الفتره اللي فاتت دي تقريبا منقطع. موقفي انا مع الاهلي قلبا وقالبا. مش منطقي ان الاهلي يعني يواجه الفساد بره وجوه بالمنظر دوت ويقف ساكت وما بقالوش موقف. من الاخر تحكيم فاجر. الراجل الماتش اللي فات الحكم يضرب محمد هاني بالبوكسين كده في صدره، ده فجر. واتفرجنا على حاجات غريبه امبارح بصراحه. الحكم سامح باحتكاكات غريبه وبين الامام عاشور وحاجات كده. انا مش ما تقريبا الفار ما جاش، مفيش فار امبارح. الحكم تقريبا انا كنت حاسس ان فعلا الماتش بيتلعب من غير فار. مش عارف الكلام ده صح ولا غلط، ما كانش فيه التقنيه دي امبارح. فمش منطقي ان الاهلي يواجه الفساد جوه وبره بالمنظر دوت. انت بنحارب على كل الجبهات. بس يا عم كولر امبارح من الاخر كده كنت تقدر تكسب ببساطه، من غير فزلكه، من غير وجع دماغ، من غير حكم بقى ما يأثر علينا، من غير الكلام ده كله. هو ده الاهلي، العب الكوره ومالكش دعوه. احنا الدي ان ايه بتاع الفرقه امبارح هو اللي كسب، مش حاجه تانية خالص. الدي ان ايه بتاع الاهلي هو اللي كسب امبارح، روح الفنانه. بس كده. لو عجبكم الكلام دوت ما تنساش اللايك، الشير، الكومنت، سبسكرايب. اللي اتفرج عليا من على الفيسبوك يا ريت تروح تشترك على القناه. سلام.